كلية علوم كما لم تروى من قبل. الكلية اللي بيدخلها الشخص مننا لما مجموعه ما يحصلش، لو كنت علمي علوم طب، لو كنت علمي رياضة هندسة وحاسبات، فبتضطر انك تخش الكلية دي. طبعا انا قصدي كلية علوم. طبعا انت داخل بنفسية متدمرة انك ما دخلتش الكلية اللي انت عايزها، فن من نفسك مش عايز تذاكر، وده اول فخ انا جاي احذرك منه. اوعى ما تذاكرش، ولو ما ذاكرتش هتسقط، ولو سقطت هيدخلوك دوامة انت في غنى عنها. فلازم تذاكر اسبوع باسبوع عشان ما تراكمش عليك حاجة، وده اللي انا عملته، يمكن متأخر شويتين بس ان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي. لما تيجي تقول لحد انا في كلية علوم تلاقيه بيبصلك نظرة مش تمام كده، انت منهم يلا، انت داخل غصب عنك، انت مجموعك ما حصلش. ودي فعلا نظرة المجتمع اللي انت هتحسها. وتلاقيه بقى بيقول لك انت مزنوق، انتوا كليتكم صعبة، انتوا الدكاترة بتاعتكم بتحط لكم امتحانات صعبة، بلا بلا بلا. لكن دي مش الحقيقة، هي العلاقة نسبية. هتذاكر هتنجح، لكن هتقول ده منهج ثانوية عامة وانا عارفه ويبقى هتسقط. وبالنسبة للوقت مفيش اكتر منه. سر بيني وبينكم كده، انا وصل بيا الحال لما بتزنق بقول انا في كلية علوم. يا رب ما يشوفوها بقى. ايوه زي ما قرأت كده، احنا عندنا كورسات في الكلية. مين اللي بيدي كورسات؟ المعيدين. وانا اخدت كورسات، ولو رجع بيا الزمن ايه انت مستنيني بقى اقول لك لو رجع بيا الزمن مش هاخد كورسات وقال لك بقى ان انا جامد وكده؟ مفيش منه الكلام ده. انا لو رجع بيا الزمن هاخد كورسات في الترم الاول بس. ليه؟ لاني مش هبقى فاهم نظام الكليه، انا المفروض امشي ازاي، انا المفروض اعمل ايه، فهتبقى محتاج حد يرشدك، حد يدلك. فانت محتاج تاخد الكورسات دي فعلا في الترم الاول. لكن في الترم التاني تركش، مش لازم تاخد كورسات. هو الترم الأول وخلاص، على كده تقدر تكمل باقي الكلية، باقي ال4 سنين من غير ولا أي كورس. هو يا دوبك المذكرات بتاعة الدكاترة ومذكرات المعيدين، لو المعيدين بينزلوا عندكم مذكرات في المكتبة تقدر تروح تشتريها، بس كده. بحثة واحد. ودي من أخطر المواد اللي موجودة في كلية علوم. ليه بقول كده؟ لأن ممكن حرفيا نسبة السقوط تعدي ال50% في المتر عادي جدا، بسبب بقى اعتقاد الطلاب إن الدكاترة ممكن تجيب امتحانات صعبة. إنهم بيقولوا فعلا، هو فعلا المنهج ده ثانوية عامة بس لأنه بالإنجليزي فأنت لازم تذاكره تاني، فهم مش بيذاكروه فبيسقطوا. ولكن الحاجة الأكيدة واللي ما فيهاش نقاش واللي أنا متأكد منها هي إنهم مش بيذاكروا. وفي مادة تانية كان نفسي أتكلم فيها بس مش هينفع أتكلم فيها هنا هو. ولو عايز تعرف إيه هي المادة دي، أنا فعلا اتكلمت عنها تليجرام، هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. وما تنساش تعمل فولو بالمرة يعني، ولايك بقى والحاجات دي، فاهم؟ الترم التاني بقى يا سيدي، بالنسبة للمواد بدل ما هي كانت واحد بحتة واحد، ميكانيكا واحد، فيزياء واحد، كيمياء واحد، لأ هتبقى اتنين بحتة اتنين، فيزياء اتنين، وهكذا. الموضوع بيبقى أسهل شوية، بتبقى عرفت النظام اللي الكلية بتمشي بيه على طول، نظام الامتحانات، تمتحن ايه الأول كده اهو، فالدنيا تبقى أسهل يعني. بس كده يا صديقي، وصلنا للنهاية. حبيت أتكلم عن الكلية، تايم لاين سريع عن الكلية، حقائق وحاجات عن الكلية. متنساش تعمل الاشتراك واللايك، كومنت الجميل بتاعك. وبس كده، سلام. ايوه صح، ثانية. معقولة نختم الحلقة بتاعتنا من غير حب نفسك، حب رحلتك وانت بتعافر فيها؟ سلام.